الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شكون هو الشخصية اللي خطف الأنظار في الافتتاح ديال كأس العالم وشنا هي القصة ديالو؟ اسمحوا لي أعرفكم بنفسي، اسمي غانم محمد المفتاح. غانم المفتاح تزاد نهار 5 ماي 2002 في مدينة الدوحة في دولة قطر. غانم مريض بواحد المرض سميتو متلازمة التراجع الديلي. هاد المرض نادر في العالم. متلازمة التراجع الديلي هو واحد المرض كيجي الجنين ملي كيكون في الكرش ديال الأم ديالو، ما كيخليش الجنين يكبر بشكل طبيعي، يعني أن الدري كيتزاد بلا الجزء التحتاني من الجسم وكيتزاد بلا الجهاز الهضمي ولا الجهاز التناسلي. والسبب ديال هذا المرض هو ان الام ديالو في الفتره ديال الحمل جاها مرض السكر، وهذا الشيء اللي خلى الجنين يتصاب بمتلازمه التراجع الديلي. الام ديالو تعذبات منين كانت حامله به، والاطباء منين عرفوا بالمرض ديال الجنين نصحوها بالاجهاض، وقالوا لها ان الولد الا تزاد غادي يموت، وفي حاله الى عاش غادي يتمحن في العيشه ديالو، وكل شيء كان كينصحها بالاجهاض. والام ديالو بلا تردد رفضات هذه القضيه وقررت انها تحتفظ بالجنين. واثناء فترة الحمل وبسبب المضاعفات الخطرة اللي تعرض لها أمي، نصحها أحد الأطباء بإجهاض الجنين المشوه رحمة فيه وفيها، وكان رد أمي عليه ربي أرحم مني ومنك فيه، وقررت بدون أي تردد المحافظة عليه ولولا إرادة الله. ثم لما اتخذت أمي هالقرار ما كنت موجود بينكم الحين. غنام هو الشخصية المعجزة، وخا أنه باقي صغير وعايش غير بربع ديال الجسم ديالو، ناضل هو الأسرة ديالو باش المجتمع يتقبلو ويتقبل الإعاقة ديالو، وما وقفاتوش هاد الظروف باش يمارس الحياة ديالو بشكل عادي. غنام وخا كيعتمد على يديه باش كيتمشى وكيتنقل، قرر أنه يمارس الهوايات ديالو. فغنام كيسوق طوموبيل بشكل عادي، وكيمارس السباحة، وكيلعب كرة القدم، وكيدير حتى الغوص. غنام لقى صعوبة منين بغى يدخل يقرأ. بداية دخولي فيها واجهتني صعوبات كثيرة. إدارة المدرسة بتخوف أن قبولي يكون عبء عليهم، فجهزت أمي المدرسة لي مثل ما جهزت البيت. بعض الأمهات رافضين دخولي لأن عيالهم يخافون بشكلي، لدرجة أن واحدة من الأمهات نقلت ولدها مدرسة ثانية. قرأ وتعلم ولا عنصر مؤثر في المجتمع، وتجاوز بزاف ديال العثرات اللي كيواجهوها أصحاب الإعاقة، ولا كيدير محاضرات في المؤتمرات والجامعات. تختار غنام سفير للنوايا الحسنة سنة 2015، وتعين من طرف لجنة المونديال سفير رسمي ديال البطولة. في هذه الرحلة اللي ذكرت لكم بكل صعوباتها ومعوقاتها وبذكرياتها الجميلة، جهد كبير بذلوا أسرتي فيها في إعدادي وتأهيلي وتدريبي وتعليمي. تعلمت الصبر، الشجاعة، الثقة، التفاؤل، الإيجابية، احترام اختلاف الغير وتقبله. تعلمت إن في بدائل الأشياء اللي ما أقدر أسويها. تعلمت التعايش مع إعاقتي برضا وحب وسلام، وأطور قدراتي وأنمي مهاراتي. تعلمت إني أقدر أكون أكبر من توعقات الآخرين. غنام شخصية متفائلة بزاف، وهذا هو فخر العرب الحقيقي.